عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من محاضراتنا. إن شاء الله النهاردة هنتعلم حاجة جديدة ومحاضرة جديدة بعنوان لا تيأس. أول حاجة يا جماعة، في سؤال دايما عاوزين نسأله نفسنا، بيخطر على بالنا كلنا تقريبا، وإحنا كلنا بنمر بظروف وبنعمل غلطات. نسأل نفسنا دايما، هو في أمل؟ ساعات بنحس ان الدنيا قفلت في وشنا، ساعات بنحس ان ذنوبنا اكبر من رحمة ربنا، استغفر الله العظيم، او اننا فشلنا كتير لدرجة ان مفيش فايدة. لكن الحقيقة اللي علمتها لي الحياة دايما ان الشعور ده طبيعي، لكن الاستسلام ليه هو اللي مش طبيعي. النهاردة هنتكلم عن اكبر قوة ممكن ان انت تمتلكها في حياتك كلها، هي قوة الامل في رحمة ربنا. ازاي القوة دي ممكن تحول فشلك لنجاح واحباطك لطاقة وتغير حياتك كلها للاحسن دايما. هنتكلم على 3 حاجات بسيطة ممكن تغير حياتنا كلها. أول حاجة، اليأس من الذنوب والإحباط. أول سبب يخلينا دايما إن احنا نيأس ونشوف ذنوبنا وإخفاقاتنا أكبر من رحمة ربنا، إن الشيطان بيجي يلعب في دماغنا ويقول لنا أنت عملت كذا وكذا، ربنا مش هيسامحك عليها، مع ان ربنا سبحانه وتعالى اجاب ورحمتي وسعت كل شيء. لكن ربنا سبحانه وتعالى رد على الكلام ده بنفسه في القرآن الكريم، قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالآية دي هي رسالة مباشرة ليك انت على وجه الخصوص. ربنا بيناديك وبيقول لك يا عبدي، لو ذنوبك وصلت للسماء، حتى لو أسرفت على نفسك في الذنوب، ما تيأسش من رحمتي. باب التوبة مفتوح في أي وقت، ومفتوح ليك انت بالذات. رحمة ربنا أوسع من كل شيء، رحمة ربنا أوسع من الكون كله. فربنا سبحانه وتعالى يا جماعة رحيم، رحمة ربنا أوسع من أي حاجة ممكن نتخيلها. يبقى أول حاجة لازم نعملها لما نحس كده إن وقعنا في ذنوب، إن إحنا نقوم ونستغفر ربنا، نقوم ونستغفر ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. دايما الإنسان مخلوق دايما بيقع، بيفشل، بيحبط، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأعلم بالإنسان من نفسه. فلازم نقوم ونستغفر ونتوكل على الله. الحاجة التانية هو الأمل والعقل. تاني حاجة بتخلينا نيأس من الفشل في الدنيا دي، إن ممكن يكون فشل في شغل، في مشروع، في علاقة كتير بنقع في حاجات كتير، ونقول خلاص كده العملية انتهت. لا، للأسف العملية ما انتهتش. لكن الأمل الحقيقي مش إن يقول لك كل حاجة هتبقى تمام لوحدها، لا 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 لا. الأمل بيقول لك قوم تاني وربنا معاك، قوم تاني واسعى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وإن سعيه لسوف يرى. يبقى الأمل هو الدافع اللي بيخليك تكمل. اتعلمت من الحياة إن كل فشل هو فرصة جديدة للنجاح، عشان تتعلم وتكبر.
زي البذرة كده اللي بتحطها، زي البذرة عشان تطلع شجرة كبيرة لازم تدفن في الأرض الأول. الفشل ده هو مجرد مرحلة من رحلتك للنجاح. الأمل بيخليك تشوف الفشل ده مش النهاية، لكنها بداية جديدة، بداية جديدة وفرصة جديدة ليك، تقدر من خلال اللي اتعلمته من الفشل والإحباط تقدر تصنع نفسك من جديد. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن أول حاجة، اتكلمنا عن اليأس من الذنوب والإحباط، واتكلمنا عن الأمل. الخطوة التانية إن يكون عندنا أمل ونعمل ونتوكل على الله. الحاجة التالتة إن الأمل يكون كعادة يومية لينا. تالت محور معانا هو إن الأمل مش مجرد يبقى شعور أنا بحس إن أنا عندي أمل، لا، لازم يكون عادة يومية نزرعها في حياتنا. الأمل ده عامل زي العضلات اللي كل ما تتمرن عليها كل ما تبقى أقوى. فدايما الأمل هو رحلة. تاني حاجة بتحقق الشكر والامتنان. علمتني الحياة والناس كتير اتعلمت إن الشكر هو أقوى وسيلة لزرع الأمل. لما تركز على النعمة الصغيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي اديها لك في حياتك، هتحس إن الخير موجود وإن الأمل فيه موجود. تاني حاجة ابعد عن المحبطين. الأمل معدي واليأس معدي. عشان تحافظ على الأمل اللي جواك لازم تبعد عن الناس الفاشلين والمحبطين اللي بيدولك طاقة سلبية، والطاقة السلبية دي هي اللي بتهد كيانك من أولك لآخرك. تالت حاجة النية الصافية. النية الصافية، خلي نيتك دايما مع ربنا. خلي دايما نيتك انك بتسعى وبتجتهد لوجه الله حتى لو فشلت. النية دي في حد ذاتها هتخليك تشوف كل حاجة بتقدير وأمل. وفي الآخر الأمل مش بس بيرفعك لما تقع، لا، الأمل هو بوصلتك اللي بتوجهك للنجاح في الدنيا وفي الآخرة. لما يكون عندك أمل في رحمة ربنا سواء في الدنيا هتحس بالنجاح في الدنيا. لما يكون عندك أمل في رحمة ربنا في الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ما تتمنى. فالأمل هو مفتاح النجاح في الدنيا وفي الآخرة. الأمل هو الجناح اللي بيطير بيك لفوق. خليك دايما فاكر إن الأمل موجود طالما أنت بتتنفس. طول ما أنت بتتنفس فالأمل موجود، وطالما الأمل موجود يبقى عندك فرصة جديدة. كل اللي مطلوب منك إن تاخد الخطوة الأولى وربنا هيكمل معاك. ابدأ دلوقتي وما تنساش الأمل في رحمة ربنا. ربنا قال إيه؟ ولا تقنطوا من رحمة الله. خلاص، دي إجابة مباشرة من رب الخلق، من الله عز وجل. فلازم نتحلى بالأمل والعمل. أتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.